السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. كيف كتشوفوا معايا من الصور اليوم غادي نقدم لكم طريقتي في طاغط كلاصي كتجي زوينه بزاف بطبقه مقرمشه اللي هي رائعه. وكيف ما شاركت معكم في الفيديوهات السابقه، شاركت معكم طريقه الجينواز غادي تلقاوها في صندوق الوصف، وكذلك الطريقه ديال الكلاصاج. ودابا غنشارك معكم الطريقه باش مونطيت هاد الحلوه هادي. صراحه جات رائعه بزاف وكتستحق التجربه، كنتمنى انكم تجربوها في هذا راس العام. علاش لا؟ كاع زعما اللي مولفه كتشري الحلوه ممكن انك ديريها غير في دارك، كتجي رائعه بزاف. اذا هنا اول حاجه غنوجد الطبقه المقرمشه اللي فيها كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده. درتو فوق النار على عافيه مهيله، وخديت كاس ديال الحليب وذوبت فيه واحد معلقه صغيره عامره بالنشا. اذا هنايا وكذلك غادي ناخذ جوج ديال الاوراق ورقه واحده، عفوا ورقه واحده ديال الجيلاتين اللي رطبتها في شويه ديال الماء. غادي نخلي هذاك السكر يذوب حتى يتشكل ليا واحد الكراميل بهذا الشكل هذا. منين كيبدا يذوب كنحركو شويه باش داك الحبيبات ديال السكر كيذوبوا مع بعضياتهم وحتى كيختفيو الحبيبات ديال السكر. هنايا غادي نضيف كاس ديال الماء. في هذه اللحظه هذه انايا طفيت النار باش ما يوقعش. راكم عارفين الكراميل منين كيبقى كيطير. اذا هنايا ضفت كاس ديال الماء وليت رديته فوق النار، وبقيت انا كنحرك حتى دابت هذيك الكتله اللي تشكلت لينا. هنايا ضفت هذاك الكاس ديال الحليب اللي فيه النشا. من بعد ما حصلت على واحد الكريمه بهذا الشكل هذا، ضفت الكاس ديال الحليب مع التحريك المستمر حتى والنار دائما تكون نار مهيله حتى وصلت لهاد الكريمه هذه بهذا الشكل هذا كتغلي. وضفت ديك الورقه ديال الجيلاتين اللي رطبتها في الماء بهذا الشكل هذا. اذا هنا من بعد ما دابت هذيك الورقه ديال الجيلاتين، فهنايا غادي نضيف بالنسبه انايا المكسرات. اختاريت انني نقادها بكاوكاو اللي هو ديجا عندي محمر ومهرمش. فهنايا تقريبا خديت واحد الكميه ديال الكاوكاو اللي ديجا حمرته وهرمشته بهذا الشكل هذا. وهكذا كتكون الطبقه المقرمشه واجده. غادي ناخذ واحد البلاطو، فرشت فيه واحد البلاستيك باش كتسهل العمليه من بعد ملي كنبغيو نزولوه. هنايا غادي نخوي هذيك الطبقه المقرمشه، غادي نقادها مزيان في هذا الاطار هذا حيت هو باش غادي نصايب لاطاغط. يعني خاصها تشد ليا الفورمه ديال لاطاغط، غير هو ما غاديش نسرحها في الاطار كامل، خصني تكون صغيره شويه على هذا الاطار هذا باش تجي في وسط من لاطاغط. هنايا غادي نسرحها شويه وغادي نديرها في الثلاجه تبرد، وغادي ندوز معكم لمرحله اخرى. اذا ضروري سرحوها وخليوها تبرد في الثلاجه حيت فيها الجيلاتين كتشد راسها ما كتجيش قاصحه. فهاد الطبقه هذه كتجي رائعه بزاف وكتعطي واحد لوغو زوين لهاد لاطاغط هذه. كنتمنى انكم تجربوها حيت فعلا كتستحق التجربه. وإلا عجبكم الفيديو فدائما ما تنساونيش من التعليق ديالكم، كتشجعوني بهم، وكذلك تعليقاتكم المحفزه. اذا هنا غادي نسرحها وغادي ندخلها للثلاجه تبرد. كيف شفتوا معايا راه ما سرحتهاش على المول كامل، خليتها واحد شويه تكون صغر من المول. وهنايا غادي ناخذ الكريمه السائله باش غادي نخدم. انا بالنسبه ليا هنايا خديت هاد الكريمه اللي كلشي كيستعملها. اذا هذه هي اللي زعما احسن وحده اللي كتصدق في لي طاغط زوينه. اذا هنايا خديت صراحه ما غاديش نقول لكم الكميه ديال الكريمه حيت انا هنايا في الاول طربت 500 مليلتر ديال الكريمه، ومن بعد ما كفاتنيش وليت زدت واحد شويه. اذا هنايا خديت واحد معلقه كبيره ديال الحليب المحلى المركز، وضفت هنايا النكهه ديال الفانيلا باش كنكهو هاد الكريمه هذه وكتجي لذيذه بزاف. داك الحليب المحلى المركز كيعطيها واحد المذاق اللي هو زوين، وكذلك الفاني. فكتبقى بالنسبه للتنكيه كيبقى حسب الرغبه ديالكم. هنايا غادي ناخذ الباطور، غادي نبقى نطلع هاد الكريمه هذه مزيان. غير هو واحد
واحد السر باش الكريمه تجيكم ناجحه. هاد الكريمه هذه ما كتبغيش تطلعوها بزاف، الا طلعتوها بزاف فكتجي محببه، كتجي حرشه، فغير منين توصلوا لهاد القوام هذا غادي تحبسوا. اذا هنايا انا هاد الكريمه هذه غادي نقسمها على جوج، غادي ناخد منها واحد شويه غادي نخليه بيض بحال هكذا، وشويه الاخر غادي نضيف عليه شوكولا غيش باش نصايبوا واحد الموس بالشوكولا. هنايا خديت واحد الكميه ديال الشوكولا غيش وغادي نضيف عليها واحد الكاس ديال العنبه ديال الكريمه السائله، وغادي نديرها في حمام مريم تذوب. اذا هنايا كيف شفتوا معايا راني خديت كاس ديال الكريمه السائله وغادي نديرها في حمام مريم. هنا من بعد ما دابت بهذا الشكل غادي نغطيها ببلاستيك يكون ملامس للطبقه ديال هاد الكاناش هادي، وغادي نخليها تبرد جانبا. هنا من بعد ما بردات فغادي نضيفها لهذيك ديك الكريمه اللي ديجا طربتها. فانا هنايا هاد الشوكولا كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين بالنسبه للناس اللي كيفضلوا ديك المروره ديال الشوكولا غيش، فانا كتعجبني في الحلويات. اذا هنايا من بعد ما ضفت ما كنبالغوش في التطراب. هذه واحد النصيحه اخرى، فمن الاحسن انايا هنا خدمت غير سباتيل باش ما تطلعش الكريمه اكثر من داكشي اللي ديجا طلعتها. اذا هنايا خديت الاطار وخديت الجينواز اللي ديجا حضرت معكم في الفيديو اللي فات، كنسقيها بسيرو اللي درت فيه كاس ديال الماء ونص كاس ديال السكر سنيده وقشور حامضه باش كيجي منسم. اذا هنايا كيف شفتوا معايا الاطار راه كبر شويه من الجينواز باش دوك الجوانب كندير فيهم الكريمه بهذا الشكل هذا اللي راكم تشوفوا معايا. خديت واحد البوش عمرته بالكريمه وغادي نبدا كنقادها بهذا الشكل هذا. مهم واخا ما غاديش نشرح لكم مزيان بفمي، ولكن الفيديو راه كيشرح اكثر مني. اذا بالنسبه للمراحل راهم واضحين في الفيديو وباينين. اذا هنايا بهذا الشكل كنبدا كنيطالي هاد الكريمه مزيان فوق من الجينواز. كيف قلت لكم الجينواز راه عندي زعما صغر من هذا الاطار هذا. علاش درتها صغر من الاطار؟ باش كتجي الكريمه في الجناب كتجي مقاده، يعني ما كتحتاجوش تفينيو مزيان منين كتحيدوا الاطار، فهمتوني؟ يعني هنايا منين كناخذ هذاك البوش اللي فيه الكريمه كنبدا بالجوانب كنعمرهم بالكريمه مزيان باش كيجيو مقادين كياخذوا الفورمه ديال الاطار نيشان. وهنايا خديت الطروفه ديال الجينواز، فهنا غنديرهم في الوسط ما غاديش يبانوا غير باش كيعطيو العلو لهاد لاطاغط هادي. مهم حتى حاجه ما كتضيع، حتى دوك الطروفه استغليتهم فهكذا ما كتجي عاليه وفي نفس الوقت الطبقه الوسطانيه دائما يعني ما كتبانش. اذا هنا غادي نحاول انني نعمرها ونقادها مزيان باش كتجي مقاده. اذا الفيديو راه موضح لكم كل شيء، فانا غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي. وهاد لاطاغط هذه كيجيو فيها مذاقات اللي هما زوينين بزاف كتستحق التجربه، غير جربوها ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. هنايا غادي نقاد هذيك الكريمه فوق من ديك الجينواز بهذا الشكل هذا. اذا بالنسبه لهاد الطبقه هذه هي اللي غادي نضيف فيها ديك الطبقه المقرمشه. صراحه كتجي لذيذه بزاف، كتجي رائعه، كنتمنى انكم تجربوها. فانا كثرت عليكم تجربوها حيت فعلا كتستحق التجربه. راه واخا نبالغ شي شويه ولكن راها جات رائعه بزاف. هنا من بعد ما بردات هذيك ديك الطبقه المقرمشه فخرجتها من الثلاجه وهكا مباشره كنديرها فوق من لاطاغط. هنا واحد شويه خسرت ليا ولكن غادي نولي نقادها غير بيدي، غادي نسرحها حتى تشد بلاصتها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. وهنايا غادي نضيف في الجوانب الكريمه. دائما انايا كنركز على الجوانب وانا كنخدم باش كتجي الفورمه ديال لاطاغط كتجي مقاده، يعني ما كتحتاجوش انكم عاد تضربوا معاها تمره من تحيدوا الاطار وتقادوها وداكشي. مهم ديجا كتجي مقاده حيت انا ركزت عليها قبل. الجينواز تكون صغر من الاطار اللي غادي تخدموا به يكون كما كان، دائما تكون مهم 1 سنتيمتر يكون خاوي ما بين الجينواز والاطار باش كتجي لاطاغط الفورمه ديالها زوينه. بالنسبه للمبتدئات باش هكذا ما غاديش تضربوا تماره وانتم كتفينيوها.
اذا هنا من بعد ما قاديتها بهذا الشكل مباشره كندير فوق منها الجينواز، ودائما كنسقي بالسيرو اللي قلت لكم. فهاد الجينواز هذه راكم شفتوا راها كتجي رائعه بزاف. اللي بغى الفيديو ديال الجينواز غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. فهي جينواز ناجحه مليون بالمئه، راني ديجا حطيتها في القناه، مهم غادي تلقاوها في صندوق الوصف. هنا كنسقي مزيان بداك السيرو. فبالنسبه للسقوه تقدروا تسقيو بالحليب، تسقيو باي حاجه زعما كتفضلوها، تقدروا تسقيو بزاف ديال الحاجات. مهم هنايا وكاين اللي ما كيبغيهاش مسقيه بزاف. هنايا غادي ناخذ الطبقه هاد اخر طبقه غادي نقدها بديك الكريمه اللي ديجا نقصت، ما فيها لا شوكولا لا والو، على حساب داك الكلاصاج منين كيجي فوق من كريمه بيضاء كيجي باين مزيان، ماشي بحال لو كان درت هذيك ديك الكريمه اللي فيها الشوكولا ما كانش غادي يجي اللون ديالو ناصع وباين مزيان. هادشي علاش انا ينقص كريمه اللي هي ما فيها الشوكولا عاديه باش تبقى في اللون الابيض، حيت هذاك اللون الابيض كيجي فوق منه الكلاصاج حمر رائع بزاف. هادشي علاش اذا هنايا غادي نقادها، غادي نحاول نفينيها مزيان، حيت هذه اخر طبقه خصها تفينا مزيان باش الكلاصاج كيجيكم فوق منها زوين. ضروري انكم تقادوها مزيان، ما تخليوش فيها حتى شي بلاصه اللي هي مقاداش او لا شي حاجه. المهم هنايا كنفيني بهذه الطريقه هذه. صراحه انا ماشي مهم كلشي قدامكم والفيديو راه كيشرح لكم كلشي. فهنايا من بعد ما فينيتها بهذا الشكل هذا دخلتها المجمد. انايا دخلتها الفريغو تقريبا واحد 5 ديال السوايع، ما كانش عندي وقت اكثر من هكا. 5 ديال الساعات اللي جلسات في المجمد، حيت ضروري انكم تدخلوها حتى كتبرد وتشد راسها مزيان باش داك الكلاصاج كيجي ثابت فوق منها وما كيتخلطش لكم مع مع الكريمه. اذا هنا غادي نفينيها من الجوانب، غادي نحيد كاع دوك الزوائد، ومن بعد عاد غادي نطبق داك الكلاصاج اللي ديجا وجدت معكم. حتى هو غادي تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. فكيف كتشوفوا معايا راه كيجي رائع بزاف. هنايا راه كنبرد الكلاصاج واخا كيبرد، فكتسخنوه في حمام مائي، خليوه واحد شويه ما يكونش سخون وانتم غتخويوه فوق من لاطاط باش ما تضيعش ليكم، فيكون غير بحراره المطبخ وراه كيبقى بحال هذا الشكل هذا، يعني كيبقى جاري تقدروا انكم تخدموا به. وكيبقى عندكم كذلك كتحتفظوا به مده طويله في الثلاجه، يعني كديروه غير في المجمد، منين كتحتاجوه كتجبدوه كتسخنوه في حمام مائي وكتطبقوه على لي طاغط ديالكم. صراحه كيجي زوين بزاف، حتى هو كيجي المذاق ديالو زوين، واللون نتوما اللي كتحكموا فيه، وكذلك النكهه اللي غادي تكون فيه نتوما اللي كتحكموا فيها على حسب اللون. اذا هنا من بعد ما قديت هذيك لاطاغط ديالي كيبقاو اللمسات النهائيه اللي كيبقاو على حسب كل واحد والرغبه ديالو في الطريقه ديال التزيين. فانا هنا غادي ندير واحد التزيين اللي هو بسيط بزاف. هنايا خديت واحد شويه من الكريمه اللي كانت بقات ليا، درتها في واحد البوش اللي بهذا الشكل هذا، وغادي نحاول انني نقادها في الجوانب بالشكل اللي راكم تشوفوا معايا في الفيديو. فكيف قلت لكم الطريقه ديال التزيين كتبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق ديال كل واحد فيكم. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات اللي حطيت لكم. ف الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك. اللي باقي ما ابونيش في القناه كنتمنى انك تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. كيف كتشوفوا معايا الكلاصاج النتيجه ديالو راه لامع جدا، كتجي رائعه، وتا الفينيسيون ديالها كتجي زوينه. كنتمنى انكم تجربوها الا تبعتوا غير هاد النصائح هاد النصائح والتزمتوا بهم، فاكيد ان واخا تكوني مبتدئه غادي ديري لاطاغط في دارك، ما تحتاجيش تشريها من برا. وهكذا غادي نخليكم مع اللمسات النهائيه. كيف قلت لكم بالنسبه لهاد اللمسات فكيبقاو حسب الاذواق ديال كل واحد فيكم. هنايا زينت بدوك الوردات، وغادي ندير كذلك داك ورق الذهب. مهم غير تزيين اللي هو بسيط، وهكذا
كنكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، وكنقول لكم بسلام عليكم، تلاقاو بفيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. اللي باقي كيتفرج في الفيديو حتى لدابا فكنتمنى أنك تضغط على جيم، ما فيها حتى شي حاجة. إلا عجبك هذا الفيديو هذا فاضغط على جيم، وإلا باقي ما تابونيتيش في القناة فما عليك غير تابونا في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد ديال قناتي. من طبيعة الحال إلا كنتو كتستافدوا منها. وهكذا غنقول لكم بسلام عليكم، تلاقاو فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.